السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد متتبعي قناة ميغا وصفة. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير. اليوم ان شاء الله غنحضروا سمك التون مشوي بواحد التتبيله رائعه كتواتى معاه بواحد الشكل هائل. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. اذا عجبتكم الوصفه اليوم ما تنساوش تشجعوني وتدعموني بجيم للفيديو. واذا كنتوا كتزوروا القناه لاول مره وبغيتوا تنضموا لينا، ما عليكم الا الضغط على الزر الاحمر، زر اشتراك او ابوني، وفعلوا الجرس هكذا باش توصلوا دائما بجديد القناه. وغنحتاجو نصف كيلو د سمك التون اللي مقطع بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا معايا، مغسول مزيان ومنقي من الشوك مصفي. غادي نحتاجو ملعقه كبيره د قزبور ومعدنوس، جوج فصوص د الثومه محكوكين، شويه د الفلفل الاسود وشويه د الملح. غنحتاجو جوج معالق زيت الزيتون، عصير نصف حامضه، وجوج معالق د صلصه الصوجه. اذا فواحد الاناء يكون شويه هكذا غارق غنوضعوا هاد المكونات اللي عندنا او اللي ذكرنا كاملين، قزبور ومعدنوس، ثومه، الملح، الفلفل الاسود، زيت الزيتون، عصير نصف حامضه تقريبا كيعطينا جوج معالق طعام، وجوج معالق طعام ايضا صلصه الصوجه. بالنسبه للملح ما نكثروش الملح، نعملو غير شويه لان صلصه الصوجه مالحه، هكذا باش نتفاداو ان السمك ديالنا يجينا مالح بزاف. الحمضه نصف حمضه ديالي خرجت لي جوج معالق وشويه د الليمون، فنضيفهم كاملين صافي. نحركوا هذا الشيء كله مع بعضياته ونضيفوا السمك قطعه بقطعه، وحنا كنشرملوه هكذا من جوج جهات ونخليوه على جنب يتشرب مزيان من هاد التتبيله هذه. كيجي رائع. يمكن تقليوه اذا بغيتوا، ولكن انا هنا غير غير غنشويه او غير غنتبلوه هكذا بشويه الزيت. كيجي من اروع ما يكون. اذا نشرملو هكذا القطع ديالنا كيف كتشوفوا معايا من الجهتين هكذا في التتبيله، ونخليوه نيت في هذا الاناء هذا. انا غنستمر هكذا حتى نشرمل القطع اللي عندي كلها، ونخليوه نغطيوه بواحد البلاستيك الغذائي، ونخليوه قد ما خلينا الاكل ديالنا او المسائل ديالنا قد ما خليناها كتترقد وكتشرب من التتبيله قد ما كتجي بنينه بزاف ولذيذه. فانا غنخليها دائما، نخليو الاشياء حتى الوقت اللي نكونوا غادي نقدموها هي مرقده هكذا، عاد كنمشيو نطيبوها باش نقدموها. اذا غنخليها انا تقريبا ساعه المكانه، ومره كنحرك هكذا تتبيله باش قطع السمك ديالي كله كيتشرب. يمكن نعليو عليه هكذا ونحركوهم ماشي مشكل. المهم دابا غادي نمشيو من بعد ساعه المكانه غادي نمشيو باش نشويو السمك. كيف كتشوفوا حتى اللون ديالو تغير، تشرب من هاد الصوص اللي عملنا والزيت. اذا فوق النار دائما متوسطه، واحد المقله اللي تكون ما كتلصقش هكذا، نوضعوا شويه زيت نباتيه بهذا الشكل هذا، ونوضعوا القطع ديالنا هكذا وحده قدام اخرى. ما نخليوهمش بزاف، نخليوهم فقط دقيقه من كل جهه، دقيقه من الجهه الاولى، من بعد نقلبوهم دقيقه اخرى على الجهه الثانيه. ما نخليوش السمك حتى ينشف ويقصح. صافي غير شويه هكذا ونقلبوه مباشره على الجهه الثانيه، تشوفوا بانه دغيا كيتحمر هكذا باش كيبقى بالماء ديالو، ما كينشفش وما كيجيش قاصح. كيف كتشوفوا معايا يلاه كياخد اللون الذهبي، كيجي رائع مع هاد التتبيله هذه. ونستمروا بهذا الشكل هذا حتى نساليو القطع اللي عندنا كلها ونقدموه. كيف كتشوفوا معايا الشكل النهائي ديالو، نقدموه بالصحه والعافيه. كنتمنى ان شاء الله تجربوه، فتتبيله مواتيه مع سمك التون بواحد الشكل رائع. اذا عجبتكم الوصفه طبعا ما تنسوش تشجعوني بجيم وتشتركوا في القناه اذا كنتوا كتزوروها لاول مره، وفعلوا الجرس باش توصلوا معنا دائما بجديد القناه. وانا هنا كنقول لكم كيف ديما بالصحه والراحه، والى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله.